يا جماعة سؤال كده بيجي في بالنا كلنا أول ما نشوف وردة حمراء أو بوكيه ورد بيتقدم كهدية. ليه الورد تحديدا بيعبر عن الرومانسية والحب؟ ليه مش أي حاجة تانية؟ ليه لما حد بيحب حد أول حاجة بيفتكرها هي إنه يهديه وردة، مش مثلا بوكس شاورما؟ السر مش بس في شكله الحلو أو ريحته الجميلة، الموضوع أعمق من كده بكتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة في أي مناسبة رومانسية، في عيد حب، خطوبة، جواز، تعارف، أو حتى مجرد اعتراف بالحب، الورد بيكون هو سيد الموقف. هو الهدية اللي محدش بيختلف عليها، واللي دايما بتوصل الرسالة الصح. بس ليه الورد بالذات؟ ايه السر في ان كل الثقافات تقريبا اتفقت ان الورد هو رمز الحب ورمز الرومانسية الأقوى والأجمل؟ في كذا سبب رئيسي بيخلي الورد واخد المكانة دي في قلوب العشاق. أول حاجة الجمال البصري والرائحة الجذابة بتاعته. أول وأوضح سبب، الورد ببساطة جميل وألوانه زاهية ومبهجة، من الأحمر الناري اللي بيعبر عن الشغف للأبيض النقي اللي بيرمز للبدايات الجديدة. الورد الرقيق اللي بيعبر عن الإعجاب، كل لون ورا كل وردة وليه حكاية. طبعا بالإضافة لشكله الجذاب، الورد ده ليه ريحة عطرة مميزة جدا، بتأثر في حواسنا وبتخلي جو كده من الهدوء والسعادة. الجمال والريحة بتاعته دي بتعمل تجربة حسية كاملة، بتخلي الهدية مش مجرد شكل، لأ دي بتلمس القلب والروح. الرمزية التاريخية والثقافية، الورد خصوصا والورد الأحمر ليه تاريخ طويل جدا في ربطة الحب بالرومانسية في ثقافات كتيرة جدا حول العالم، مش بس هنا في بلدنا. من الإغريق والرومان اللي ربطوه بالآلهة والحب والجمال زي فينيوس وإفروديت، لقصص العشاق والشعراء اللي دايما بيذكروا في أشعارهم قصصهم عن معشوقهم أو محبوبهم. لما بتدي حد وردة، انت مش بس بتديه زهرة، انت بتديه تاريخ كامل من الرمزية اللي بتعبر عن الحب الأبدي والشغف العميق. العمر القصير والجمال الزائل، يمكن ده يبان سبب غريب بس ليه معنى عميق. الورد للأسف عمره قصير جدا، بيدبل في أيام قليلة، وده بيخلي الهدية دي ليها رمزية مهمة جدا في حياة أي حد. قيمة اللحظة الحالية، كأنك بتقول للشخص اللي بتحبه الحب ده جميل وقيم زي الوردة دي، يمكن عمره مش طويل لو ما انتهاش بيه يعني. علشان كده لازم نستمتع بكل لحظة فيه ونعتز بيها. الوردة بتذكرنا دايما ان الحب ده محتاج رعاية واهتمام واستمرار علشان يفضل مزدهر وجميل. المرونة في التعبير عن المشاعر المختلفة، الورد بس مش للحب الصريح، كل نوع من الورود وكل لون وكل عدد من الوردات ده ليه دلالة مختلفة. الوردة الحمراء شغف، الوردة البيضاء نقاء، الوردة الصفراء صداقة، وده بيدي مساحة كبيرة جدا للتعبير عن مشاعرنا المتنوعة والمختلفة من غير ما نقول كلمة واحدة. الوردة دي بتوصل كل رسالة وبتوصل رسالة معينة بالظبط اللي انت عايز توصلها. خامس حاجة العطاء والرعاية، تقديم الورد ده في حد ذاته هو فعل من أفعال العطاء والرعاية. اللي بيقدم الورد ده بيكون اختار أجمل وردة واهتم بيها وقدمها بطريقة معينة، وده بيعكس اهتمامه البالغ وحرصه على إسعاد الطرف التاني، ودي مشاعر أساسية في أي علاقة رومانسية. اختار أنواع الورد ورموزها في الرومانسية. أول حاجة الورد الأحمر ده ملك الرومانسية، بيعبر عن الحب العميق والشغف والعشق. تاني حاجة الورد الأبيض، بيرمز للنقاء والبراءة والبدايات الجديدة والاحترام المثالي لحفلات الزفاف. تالت حاجة الورد الوردي، بيعبر عن الإعجاب والامتنان والسعادة والرقة. خامس حاجة الورد البرتقالي، بيرمز للحماس والرغبة الشديدة والطاقة الإيجابية. وسادس حاجة الورد الأصفر، تقليديا بيرمز للصداقة، لكن ممكن يعبر عن الفرحة والبهجة في بعض السياقات يعني. تعالى بقى أقولك إن الورد ده مش مجرد زهرة عادية بنقدمها كهدية، ده لغة بحد ذاتها بتجمع بين الجمال والتاريخ والرمز والعطاء والتحذير من أي حب. كان نبتة بتحتاج لرعاية، علشان كده كل ما بتدي أو بتستقبل وردة، افتكر إنك بتستقبل مش مجرد هدية، أنت بتستقبل رسالة عميقة جدا من قلب حد بيحبك أو بيقدرك. الورد هو اختصار لكل الكلمات اللي ممكن ما تتقالش، هو تعبير صامت بس ليه ألف معنى. يا ريت تشاركونا برأيكم في التعليقات، ايه اكتر نوع ورد بتحبوه وايه احلى ذكرى ليكم مع وردة. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وشير الفيديو ده مع كل اللي تعرفوهم علشان نوصل الفكرة دي لأكبر عدد من الناس. وما تنسوش تشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت، ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.